اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة يا رب والأمة الإسلامية بخير. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب، وباركلنا في رجب وشعبان، واللهم بلغنا رمضان واحنا في أحسن حال يا رب. كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، وجعلها سنة سعيدة علينا يا رب، وربنا يجعلها فرحة لكل صابر يا رب، اللهم آمين. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم انا عملت الهريسة الفلسطينية على اصولها. انا الوصفة والله جايباها من واحدة فلسطينية. بصراحة انا اصلا النتيجة بهرتني زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. انا عملتها كذا مرة ما نجحتش معايا النجاح ده بصراحة، فانا جربت الوصفة دي طلعت معايا حاجة كده فاخر من الاخر. بس قبل ما نخش على التحضير كده ونشوف العظمة دي، نصلي على الرسول، وما تنسونش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان نوصل ل1000 مشترك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا هنا 3 كوبايات من السميد، اللي هو السميد الوسط، لا هو خشن قوي ولا ناعم. انا جايباه من عند العطار بدون اي اضافات خالص. ومعايا هنا كوباية من الطحين اللي هي الدقيق، ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية الا ربع سمنة، ومعايا كوباية حليب لبن، ومعايا علبتين زبادي، ومعايا لبن بودر، معلقة لبن بودر، معلقتين جوز الهند، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة فورية بس لا فقط لا غير. ومعايا هنا للتزيين كده حبة عين جمل، ممكن تحطوا اي مكسرات متوفرة عندكم. كده قلنا كل المقادير. بجيب اللبن سخن كده زي ما انتوا شايفين، وبنزل في السكر كده، بنزل بيه بقلب السكر عشان يدوب معايا. وبعد كده لحد ما يدوب السكر هركنه على جنب كده، وهجيب البولة واحط المواد الجافة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت طبعا السميد وحطيت اللبن البودر، وممكن تستغنوا عنه خالص، انا بس نكهة كده بس مش اكتر، تعزيز كده للطعم. وحطيت البيكنج باودر، وحطيت جوز الهند والخميرة وذرة ملح. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريهولكم بايديا، بتبقى حبيبات وخشنة كده شوية وبدون اي اضافات. ده من عند العطار، بتقول انا عايزة سميد بسبوسة خشنة وسط كده، المتوفر عند العطار، بس ما تجيبوش الناعمة دي مش هتنجح معاكم اوي. ومعايا كوباية دقيق ونزلت بيهم كده، وبعد كده نزلت بالسمنة، وياريت تكون سمنة بلدي. اقسم بالله وانا ببس العجين ريحة السمنة مش قادرة اوصف لكم، يعني بصراحة حاجة كده فاخر من الاخر. هفضل ابس العجين ده، وكمان لو حبة بودرة زعفران بتخليه لونها في حتة تانية. يعني بصراحة ولا اجدع حلواني يعمل الهريسة الفلسطينية دي، حاجة كده فاخر من الاخر. وبفضل ابس كده في السميد زي ما انتوا شايفين. انا هنا كان عندي حبة زعفران كده، فرحت حطيتها كده، بس هي ما عملتش لون قوي لان كنت مستعجلة. وبعد كده نزلت بالمواد السائلة اللي هو الزبادي، اللبن الرايب لو متوفر عندك رايب، انت عاملة في البيت وكده، ممكن تنزلي بكوباية ونص اللي هو الكوباية المعيارية. ومعايا الحليب، بنزل بالتدريج كده وبقلب لحد الخليط. انا مش عايزاه خليط ماسك قوي ولا سايب، يعني هتشوفوه معايا دلوقتي، عايزاه خليط وسط كده. وبعد كده بفضل اقلب بالتدريج كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. كده تمام قوي، كده تمام قوي، خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. انا ما بعجنش، انا بس بخلط الخليط مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبس كده تمام. هسيبه لمدة ساعتين 3. انا مش عايزاه يخمر، يعني يرتاح بس الخميرة ايه تتفاعل معاه كده. وبسيبه كده، وبعد كده اهو زي ما انتوا شايفين لا زاد ولا اي حاجة. بعد كده بجيب صينية بسبوسة مقاس 32، وبعد كده بنزل بكون مبطناها بالسمنة، وبنزل في قلبها كده. هتشوفوا الخليط ماسك معايا شوية بس هو مش ماسك، هيتفرد معايا بسهولة جدا. ومعايا هنا معلقتين من اللي هو الشربات بتاع اللي انا هسقي بيه الهريسة. طبعا هتشوف انا هعمل بيه ايه دلوقتي. طبعا سبب اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في الاول، بجيب الشربات كده ببل ايديا وبساوي، بتساوي معايا بكل سهولة. بصراحة طلعت مظبوطة، لا فيها حتة عالية بقى ولا واطية ولا اي حاجة.
انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، وبفضل اسوي فيها وبنزل الاطراف كده عشان ما تبقاش عاليه عن الصينيه وكده. وبفضل اسوي زي ما انتوا شايفين كده، بسوي بالراحه كده لحد الصينيه ما تتسوى معايا، وهو كذلك لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. بصراحه كانت شكلها وطعمها اقسم بالله خرافه. والله العظيم زي ما انتم متعودين انا ما بنزلش حاجه غير لما تنجح معايا بصراحه. بس جربوها بالطريقه دي وانتوا هتدعوا لي يعني. بس ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. خلاص كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، وبخبطها كام خبطه كده عشان لو فيها اي فراغات ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بطلع منها الهواء. بعد كده بجيب السكينة وبحطها في قلب الشربات ده، وبفضل شايفين بتتقطع معايا بسهولة جدا. عشان خاطر ايه؟ لما بطلعها هي وسخنة ببقى انا كده عاملة الخطوط دي، بتساعدني كتير. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. بيدوب كده بعدي عليها السكينة وبحط اللي هو الشربات. بصراحة بتطلع خرافة يعني. المنظر اتكلم عن نفسه في اول الفيديو. وبعد كده زي ما انتوا شايفين، وهفضل وهو كذلك لحد ما اوصل للي انا عايزاه. شايفين المنظر بتاعها كده؟ تحسوها هشة كده، مش بسبوسة عادية ولا هريسة عادية. بصراحة احلى من المحلات بكتير، ومش هتكلفنا كتير، وهنعملها في البيت وبسمنة بلد وحاجة مضمونة. وريحتها كانت قلب الدنيا. انا عملت الشربات 2.5 كوباية من السكر على 2 كوباية مية على عصرة ليمونة، وبسيبهم يغلوا لحد القوام اللي انا عايزاه، لا هو تقيل ولا خفيف. ودايما في البسبوسة بحبها هي تكون سخنة، والشربات كده بيبقى دافي شوية، اللي هو السيرب بيبقى دافي شوية. وبتزين كده زي ما انتوا شايفين بعين الجمل، ممكن بندق، ممكن لوز المتوفر ممكن سوداني اللي متوفر عندك. احنا ما بنقفش على حاجة وما بنقولش لا، الحاجة المتوفرة عندنا بنقوم نعملها خلاص. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما خرجت من الفرن بعد ساعة الا ربع في الفرن، حاجة كده خرافية، حاجة كده فاخر من الاخر. زي ما شايفين انا اهو. طبعا انا بقول لكم السر اللي بيخليني بقطعها هي ونية كده، يدوب بس بعدي فيها السكينة وما بتبوظش شكلها ولا اي حاجة. طبعا عشان احنا مقطعينها هي ونية كده زي الرقاق كده. وبعد كده بقطعها يدوب بس بعدي بالسكينة وبحط الشربات. بصراحة الريحة بقى مش قادرة اوصف. ريحة كده حاجة ولا فيها اي نكهة ولا فانيليا ولا اي. هي ريحتها بتتكلم عن نفسها، ريحة السمنة البلدي. انا مش عايزة اي نكهات تغطي ريحة السمنة البلدي. شايفين شربت السيرب كله؟ لانه ده طبعا ناجحة بيدل على نجاحها. وطريت معايا وهسيبها، وبعد كده هقطعها هي وسخنة. انا قطعتها هي وسخنة، بعد ما بردت بقت حاجة تانية يعني، حاجة خرافية. بصراحة انا ما باكلش الحلو، بس بصراحة دي انا كلت فيها كتير قوي. جربوها وهتدعولي. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش في لايك وشير واشتراك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب. وباركلنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. واشوفكم على فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.